اهم 3 حاجات لو عرفت تتحكم فيهم هيخلوك تخس اسرع. اول حاجه التوتر العصبي. كتر الضغط العصبي سواء من الشغل او المسؤوليات اللي بيخليك تفكر او تتعصب كتير، ده هيرفع لك هرمون الكورتيزول واللي بدوره هيقلل هرمون الذكوره اللي هو التستوستيرون. ساعتها عضلاتك هتواجه صعوبه في النمو، وكمان قدرتك على تخزين الدهون هتكون اعلى. ثاني حاجه طبيعه يومك، وهنا انا مش بتكلم على الجيم، انا بكلمك على الحركات الصغيره اللي ممكن تعملها تزود لك من معدل الحرق وانت مش حاسس، زي مثلا انك تبدل الاسانسير بالسلالم، او بدل ما تطلب الحاجه بالدليفري انزل هاتها من السوبر ماركت، وخد المشاوير الصغيره بالمشي بدل اوبر او بالعربيه. وده لان التمرين والحركات الصغيره اللي بتعملها في يومك بتزود هرمون الاندورفينز والدوبامين، ودي هرمونات سعاده. لما تبقى مبسوط هتقدر تنام اكتر لانه هيحسن افراز الميلاتونين طبيعيا في جسمك، وتنام كويس يعني ريكفري كويس. ثالث واهم حاجه وهي قدرتك على التحكم في افكارك ورغبتك تجاه الاكل والاكل بشراهه، لان للاسف هرمون الجوع اللي هو الجريلين اول لما تبقى جعان بيتفرز بكميات كبيره، فبيبقى عندك شراهه ورغبه انك تاكل اي حاجه قدامك. وهنا ممكن تستعين بمنتج زي سيرفي لايت بيساعد على سد الشهيه وكمان انقاص الوزن، وده عشان تاخده هو مش كبسوله سحريه هتاخده من هنا هيخسسك، لا طبعا لازم تكون ظابط نظامك الغذائي كويس قوي عشان تخس. وممكن تاخد منه من كبسولتين ل3 في اليوم، يعني في رمضان ممكن تاخده في الفطار والسحور، وفي ايامك العاديه ممكن مع الفطار والغداء والعشاء. وبكده تبقى عرفت